قررت السلطات الجزائرية بشكل رسمي التأسيس لتكتل مغاربي عربي جديد بمقاربة سوسيو-اقتصادية بعيدة عن الأجندات الصهيو-مغربية الخطيرة. هذا القرار خلق حالة من السعار الشديد والمتقدم جدا لمسته الجزائر في آلة الدعاية المغربية، حيث تشير كل التصرفات وردود الفعل من طرف النظام المغربي أنه ما زال لم يستوعب التقارب الكبير الحاصل بين الجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا. كما يجزم عدد من المراقبين بأن المغرب لم يستطع لحد الساعة تجاوز صدمة زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للجزائر مرتين في ظرف 10 أيام، وكان وقعها ثقيلا جدا على المملكة المغربية، هذا بغض النظر عن الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر وموريتانيا. ويؤكد ذات المراقبين بأن حالة من الرعب والاضطراب انتشرت وسط النظام العلوي بعدما تيقن رسميا أن الرئيس تبون قرر التأسيس لتكتل مغاربي لا يضم المغرب الأقصى، وهو ما شكل صدمة كبيرة غير منتظرة للنظام العلوي بالمنطقة، حيث سيتم عزله نهائيا ليترك وحيدا يبحث عمن يدعمه في مبادراته التي لن ترى النور على غرار الولوج إلى الأطلسي أو أنبوب الغاز المزعوم مع نيجيريا، ببساطة بسبب الصحراء الغربية الإقليم المتنازع عليه، وكذلك التقلبات الأمنية غير المستقرة بدول غرب إفريقيا بسبب مخاوف التقلبات غير الدستورية. ولهذا السبب بدأ النظام المغربي يفكر جديا في كيفية الانضمام إلى التكتل المغاربي الجديد، بعدما استطاعت السلطات الجزائرية قبر اتحاد المغرب العربي نهائيا، أو سيفكر ماليا في كيفية التشويش على الإخوة في شمال إفريقيا بسبب تقاربهم الكبير في العديد من المواقف والقضايا والمسائل الدولية والإقليمية. هذا وسيحرك محمد السادس أذرعه الدبلوماسية لالتماس طلب من الجزائر في إمكانية المشاركة في التكتل المغاربي الجديد المقبل في تونس أو ليبيا بعد 3 أشهر من الآن، كمحاولة للخروج من العزلة الإقليمية.